السلام عليكم ورحمة الله. متابعين من 24 مباشرة من مدينة سيدي سليمان. أجواء هستيرية، أجواء ديال الفرحة ديال هنا بالمدينة. الناس فرحانين بفوز وتأهل المنتخب الوطني لدور الثمن. معنا واحد المشجع. واخا خويا السلام عليكم. الماتش كان زوين، اللعابه دوزيام ميطون فيها شويه د العيا. نتمنى وليد المره الثانيه يدخل دوزيام كاسو، يدخل عزوزي يعاون المرابط باش يضمن الغد، لان يوقع لنا مشكل في فان دي ماتش وديما مغرب. كيفاش تشوف الدور الثاني ان شاء الله؟ ان شاء الله الدور الثاني الا لعبنا بنفس الطريقه ما كيهمناش شحال النتيجه، بلا بلونجاجمون تاكتيك تكنيك. ان شاء الله غنديروا الماتشات الثانيه غنربحوا ولا كوب ديالنا. هضرتي على النتيجه، واش انت من الناس اللي باغيين غير التاهل ان شاء الله مرور دور الثمن ودور الربع ان شاء الله؟ حنا بغينا واحد وتسمى ربحنا، عندنا ما نديروا بخمسه والدراري العياو. ديما لونجاجمون 1-0 احسن من 5 ونعياو. شكرا. كما سمعتوا معنا متابعين من 24. هذه الاجواء ديال هاد الناس. واخا خويا مهدي، كي جاك الماتش اليوم مهدي؟ الانتصار كان تزيد المستوى وفي المصلحه كلشي فرحان الحمد لله. الانتصار وخا الاداء شويه كان ضعيف الشوط الثاني. الشوط الاول كان المستوى مزيان والحمد لله الانتصار، وكنتمنى الافضل في المباراه المقبله امام جنوب افريقيا. وكما كتشوفوا الاجواء الناس ديما كلشي فرحان ومبروك علينا. كنتمنى رجل يصلح الاخطاء ديالو وهادشي اللي كاين والحمد لله. وتحياتي للسي علي احسن صحه لسيدي سليمان، وكنشكروك على هاد البادئ اللي كدير معنا، وتحيه طيبه للسي علي. شكرا السي مهدي. نمشيو نشوفوا شي متابع اخر. كما سمعتوا معنا متابعين من 24 هذه اجواء. واخا خويا السلام عليكم، كي جاك الماتش ديال اليوم اخويا؟ خاصة شويه مزيكا كوبي رايت هكا. كي جاك الماتش ديال اليوم؟ انا مزيان اخويا. هو اللي درنا كراكير، حنا كنثقوا فيك بزاف. وكنتمناو لك الخير. كمل اسمعني. واش انت هاد ثلاثه الماتشات قنعوك المنتخب الوطني اليوم؟ قنعك اداء ونتيجه؟ قنعوني بزاف. ناضي يا صحيبي ناضي. انت كيفاش تشوف الدور المقبل ان شاء الله؟ كلشي مريقل وكلشي ناضي. التوقع ديالك ديال جنوب افريقيا ان شاء الله؟ والله تنديوها من الرجوله. شكرا. كما قلت لكم الاخوان، هذه الاجواء هنا من مدينه سيدي سليمان. اجواء صراحه خياليه. قرب كارفور. اجي كي جاك المنتخب اليوم اختي؟ قنعوك اداء ونتيجه؟ تنشوفوا الحمد لله. الحاجه حداك فرحانه؟ تفرجوا كاملين. شكرا. طريق السلامه. خويا السلام عليكم. كي شتي المقابله ديال اليوم اخويا؟ تبارك الله داروا جهدهم ما شاء الله. الدراري الصغار تا هما اجتهدوا اليوم تبارك الله، ومبروك علينا وعليكم جميعا. شي وحدين قالت المنتخب ما قنعناش اداء. باقي ان شاء الله كاين باقي ان شاء الله كاين التحسن. كيفاش تشوف الادوار المقبله ان شاء الله ديال ضد جنوب افريقيا؟ شي امور ديالو راه كاين جهد ان شاء الله. شكرا. تحياتي ان شاء الله. تحيه لرجال الامن الصراحه اللي تيقاموا بواحد المجهود كبير. المرور
كما قلت لكم الاخوان، تحيه كبيره لرجال الامن اللي تيقوموا بتسهيل عمليه المرور ديال هذه السيارات باش تكون الاجواء سلسه ومرنه ما تكونش اكسيدون. السلام عليكم. خويا حسان كاين شي مقابله ديال خويا ما توقعنيش هاد الفرحه هادي، وراه خويا تنشكروا جميع اللاعبين المغاربه، وان شاء الله الفوز ديالنا ان شاء الله. انتقل معك المنتخب اليوم، احسن منتخب في العالم في العالم. الصحه فضيله العرقله. كما قلت لكم الاخوان، صراحه الوليدات خارج مدينه سليمان في هذه الفرحه ديال التاهل المنتخب المغربي لدوره الثمن، والمقابله اللي غتكون مقابله ليس بالسهله امام جنوب افريقيا. واخا خويا السلام عليكم، كي جاك الماتش ديال اليوم؟ انت معنا على المباشر اخويا، كي جاك الماتش ديال اليوم؟ خويا ديما المغرب وان شاء الله تنطلقوا نديو الكاس ان شاء الله، غنجيبوها من كوت ديفوار وديما المغرب. ها هو كيفاش تشوف الماتش الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. ها هو الاصابه ديال الكاس. تحياتي. اهلا الاستاذ، السلام عليكم الحاج. كي جاك الماتش اليوم الحاج؟ والمنتخب فوق المستوى، المنتخب في المستوى خويا، وكنتمنوا ان شاء الله الكاس افريقيا، كاس المغرب ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله. شي وحده الحاج قال لك ما قنعوناش اداء ماروك على حساب الجو، هذه هي احسن منتخب في كاس افريقيا. بما ان الجو غيجلسوا ان شاء الله في سان بيدرو، غيلعبوا مساء 8. كيفاش تشوف النتيجه ان شاء الله؟ ودوزنا معنا كوت ديفوار والكاس مغربي ان شاء الله. فيفا ماغو. طريق السلامه الحاجه. واخا السلام عليكم. الله الوطن شويه كي جاك الماتش اليوم اخويا؟ احسن ماتش واحسن مغرب واحسن اسبوع. السلام عليكم. نقنعوك المنتخب اليوم؟ مقنع فوق مقنع كاع. نقولوا احنا راضيين بهذه النتيجه هذه. راضيين بهذه النتيجه اليوم؟ كي جاك الاداء ديال المنتخب؟ شفنا داك معجون في الاداء اليوم؟ كان الاداء جيد، كانت مع العلم انهم ضيعوا عده فرص المنتخب الوطني كانوا وقت الماتش. كان كلشي مزيان، المهم التعاون. كيفاش تشوف التوقع ديال جنوب افريقيا ان شاء الله؟ غنضربوهم ان شاء الله. شحال؟ 2-0. تحياتي. هذا الصالح اليوم سوالي كيفاش شفت المقابله اليوم؟ السي حسن، المقابله كانت صراحه على الاعصاب، مع العلم ان كان المنتخب متاهل. للحاجه اللي زوينه ان حتى الجماهير الكوت ديفواريه دخلت سندت المنتخب الوطني. الجماهير الكوت ديفواريه اللي دخلت مع المنتخب الوطني، علاش دخلت مع المنتخب الوطني؟ بسبب المنتخب الوطني وبسبب هذه النتيجه. المنتخب الكوت ديفوار اللي كان 99.99% انه غير قابل انه يتاهل للثمن، وبفضل المنتخب الوطني ان شفنا المنتخب الوطني تاهل. ولا سولتي اي
جمهور اي فرد من الكوت ديفوار يقول لك تنبغيو المنتخب الوطني لهذه النتيجه اللي دار. كنا مقبلين على المقابله النهائيه ضد فريق جنوب افريقيا. مقابله كيفاش تبان لك القراءه ديالكم حول هذه المقابله ديال الثمن النهائي السي حسن ما غتكون سهله ضد بافانا ديال الجنوب الافريقي. الجنوب الافريقي اللي انتهت المباراه ديالها مع المنتخب التونسي بواحد 0-0. منتخب الجنوب الافريقي انتصر على خسر امام مالي ب 3-0. وهذا الشيء ما تينقصش من المنتخب بافانا. عندهم بيرتي صاو، عندهم لعابه زويونه بصراحه. كنتمنوا هاد الدراري ما يثيقوش اكثر ويحطوا رجليهم في الارض ويكون الخير وما يتكررش هادشي اللي ضاع اليوم ان شاء الله، وغنمشيو بعيد ان شاء الله. شكرا لك. اليوم كيفاش القضايا اليوم اخويا ربحنا الكوت ديفوار وحنا فاخرين بهذه اللغه العربيه ديالنا الفصحى، وديما اخويا المغرب ونشجعوا المغرب ديالنا. واش استمتعتوا بهذه النتيجه اليوم؟ خويا كنا متوقعين لان المغرب واعر. شكرا. كما كنشوفوا حضور رجال الامن الوطني لكسب العمليات. السلام عليكم. صورة معبرة. صورة أبلغ من الكلام السي حسن. كان صورة معبرة على الفرحة. كذلك كنشوفوا هذا الشاب ذوي الاحتياجات الخاصة. السلام عليكم ورحمة الكرام. هنا كنعلم ديالنا ربحاتي ويدي العشية. شكون اللاعب اللي عجبك اليوم؟ شكون اللاعب؟ غالي شكون اللاعب اللي شكون اللاعب اللي تيعجبك اليوم؟ انا اروح لك اليوم احسن حكيم. شكرا. حقا مرة سلام باي باي. شكرا. كما سمعتوا المتابعين الكرام كل شيء فرحان. حتى السيد من ذوي الاحتياجات الخاصه انه اليوم فرحان. وقف. السلام عليكم. انت من الناس اللي شفناهم في القهوه انهم تابعوا المقابله، كي جاتك المقابله ديال اليوم؟ المقابله كانت زوينه واستمتعنا بالماتش وديما مغرب. واش كان شي تعصب منك مع العلم ان المنتخب اللي مضيع عده فرص؟ ماشي مشكل، المهم فرحونا. كيفاش تشوفي الدور المقبل ان شاء الله مع جنوب افريقيا؟ ان شاء الله غادي نربحوا ان شاء الله. شو توقع النتيجه؟ ان شاء الله غنربحوا ان شاء الله 4-0. تحياتي. شكرا. كما قلت لكم الاخوان هذه الابتسامات ديال بعض الجماهير السليمانيه اللي فرحانين بهذا التاهل. اما تتوقعوا ان شاء الله تكون النتيجه اكبر ان شاء الله ضد الجنوب الافريقي ان شاء الله، لما لا المرور الى الربع النهائي. كما سمعتم معنا متابعينا الكرام هذه الاجواء هنا بمدينه سليمان. اجواء صراحه هستيريه. الشعب اللي متعطش لكره القدم فرحانين. كنتمنى من جميع الفئات انها خارجه للشارع وتساند المنتخب الوطني.
السلام عليكم بخير. كلشي بخير. كي جاك المنتخب اليوم اخويا؟ مزيان اخويا وان شاء الله ما يكون على الخير الكاس ان شاء الله ديالنا وما يكون على الخير وخوك فرحان وباغي ندير واحد الله يبارك خويا الركراكي بزاف اخويا الركراكي بزاف الركراكي وكلشي ديال الله. انت تبعتي المقابله الاعصاب ديالك بحالنا ولا لا؟ مزيان وكلشي مزيان والحمد لله اللهم لك الحمد اخويا. شنو الرساله ديالك للوالد الركراكي؟ الوالد الركراكي بغيتو اخويا يشوف من حالي وانا راه مصور معاه وما يكون على الخير ان شاء الله. تحياتي شكرا. اهلا صديقي زكريا بخير مزيان. كي جاك المنتخب اليوم اخويا؟ الفوز عجبني بزاف وان شاء الله واخا خلونا شويه ولكن تبعتي المقابله على الاعصاب ديالك صراحه كامله ولكن رجل المقابله هو زياش اليوم. كما قلتي عندنا رجل المقابله زياش، ما شفتيش ان ملي خرج زياش ولات مقابله اخرى؟ وي لا والله الا قلت لصاحبي قلت له زياش قلت له كنبقى حتى الاخر اقسم بالله. اذا تشوف ان المنتخب تيكون زوين مع زياش. حكيمي وناحي سيس اكريد والمراه وزيري. كيفاش شفتوا المقابله الماجيه ان شاء الله ضد المقابله الجايه ضد جنوب افريقيا؟ ان شاء الله نربحوا. شنو التوقع ديالك؟ نربحوا هذه النتيجه 1-0 ولا 2-0 ان شاء الله. تحياتي شكرا. كما قلت لكم الاخوان لا زالت الافراح مدينه سي سليمان مستمره. تاهل المنتخب الوطني لدور الثمن وملاقاه بافانا. معنا الرئيس سي حسن السناق. السلام عليكم. فرحه عارمه لدى سي حسن اللي كان تتوقع معنا الاجواء ديال المونديال كان داز معنا على المباشر وكانت التوقعات ديالها كلها صحيحه. سي حسن كيفاش تبعتي المقابله ديال اليوم؟ الحمد لله احنا دائما كنا نتفائلوا بالنتيجه ولكن احنا اليوم تبعنا المقابله كانت يعني مقابله ماشي سهله لان زامبيا كانت تتقلب على الفوز باش تفوز وحنايا كنا تنقلبوا على الفوز لان باش ناخذ الاولويه وكانت المقابله صعبه لان اليوم الحمد لله المنتخب ديالنا ماشي من المنتخبات العاديه، منتخب اللي هو الرابع عالميا وحنا اليوم كنا متبعين الكره عرفنا بان المغرب غادي يفوز ان شاء الله وحنا تنتمناو ان شاء الله لمستقبل المنتخب ديالنا وراه ماشي ساهل الكاس ديال افريقيا لان فيها فروق عنيده جدا وتدير الاحتياطات مع المغرب لان المغرب مكاسي الرابع عالميا لان اي فريق تيبغي يلعب معاه والا تيدير معاه اكثر من مجهود باش يربحوا. حنا تنتمناو الاسود ان شاء الله مستقبل طيب في هذا الكاس ديال افريقيا وكذلك تنحييو المدرب لان غايور على الفريق وغايور على المغرب والحمد لله عاش محمد السادس. السيد الرئيس تنعرفوا كنتي لاعب كره القدم. نعم. بصراحه كيفاش شبعتي اجواء واطوار المقابله مع العلم انهم كان المغاربه يقتلوا الماتش؟ كيفاش شبعتي ديك الاخطاء اللي ضيعوا المغاربه اهداف لا تضيع الحاج؟ باش ناخذوا الامور بجديه اليوم الشباب اللي دخلوا جداد مازال ما متركزينش مزيان اما باش ضيعوا دوك الاصابات وكانوا ما مركزينش مزيان والحمد لله المستقبل جاي وغيكونوا هذوك الوليدات مزيان لان زياش يلعب واحد الدور مهم داخل الميدان لان تجري معاه واحد الربعه ديال اللعابه ديال الخصم وتيبقى دائما محافظ على اللعابه على الريتم ديال اللعابه ومتبع اللعابه وتيبلاصي اللعابه وهذا راه. السيد الرئيس تكلمت على زياش الصراحه. نعم. زياش منتخب بدون زياش في هذه الفتره منتخب اخر. ما يمكنش يكون المنتخب ديالنا بدون زياش لان البلاصه ديالو كيف تتعرف الماتش الاول خرج زياش جات لنا اصابه واليوم كانت علينا خطوره من خرج زياش لان هو واحد المساحه كبيره وتنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم المنتخب ينظم الصفوف ديالو ونكونوا ان شاء الله ونفوزوا بالكاس. ما نطولوش عليك كيفاش تشوف القراءه ديال الماتش الجاي ديال جنوب افريقيا في الثمن ان شاء الله؟ جنوب افريقيا حتى هو راه واخد احتياط كبير مع المغرب وتنتمناو حنايا ناخذ الاحتياطات ديالنا لان هو تيقول فاز على المغرب مؤخرا
ضامن بالله ما غيفوز عليه، ولكن المغرب ديالنا الحمد لله عنده واحد المستوى عالي وغيكون ان شاء الله هو الفائز وهو اللي غيدي. شنو التوقع ديالك الرئيس؟ بصراحه الى ما وصلش المغرب للنهايه غيوصل نص النهايه. شكرا. اليوم معنا البرلماني السي حسن السناك. اليوم تنشوفوا حق اجواء كانت جد رائعه خاصه هنا بمدينه سليمان. اليوم انتم شنو هي قراءتكم حول هذه الوضعيه ديال المنتخب؟ مع العلم ان كان الخصوم ديالنا هما المنتخب الجزائري اللي البارح نهاز امام موريتانيا واللي يخرجوا على مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك انتقادات حول المدرب الرجع. انتم خلال التوقع ديالكم من خلال الباركور ديالكم الرياضه شنو تقول لهذا الفريق الجزائري اللي خاصه في هذا الاسلوب؟ اليوم تنعانيو بصراحه من الجيران ديالنا لان تبعونا حتى في كره القدم، لان اليوم بغينا ولا كرهنا عندنا حساد في كره القدم، وحنا الحمد لله كره القدم هي هذه، لان خصنا نصبروا وخصنا نتبعوا التعليمات ديال المدرب ديالنا ونتبعوا يعني الخطابات ديال صاحب الجلاله اللي هو تدعم بعد الرياضه والسميتو في المغرب، وحنا خصنا نطلبوا من الاسود ديالنا يصمدوا ويجيبوا لنا العز اللي جابوا الاغرام. وشكرا. شكرا سيد الرئيس، تحياتي لك. معنا واحد المشجع حتى هو غيعطينا الاتصال. كيفاش مقابله السي كمال اليوم؟ هي المباراة كانت شوية صعيبة كانت شوية صعيبة والجو ما فهمتش ما مناسبش. عياو كمال تنشوفوا ان المنتخب ضيع عده فرص، كيفاش كانت النفسيه ديالك انت هذيك الفرص الضائعه؟ كل فرصة كيضيعها راه كنبغيو نخرجوا من التلفاز هذيك الساعة من التلفاز كنبغيو نخرجوا، غير هي الحمد لله دزنا من دور المجموعات هذا العام هذا الكاف ديالنا ان شاء الله. كمال المنتخب بدون زياش يكون منتخب اخر، كيفاش تشوف المنتخب بدون زياش؟ مع العلم انه نصف المنتخب تقريبا هو زياش، كيفاش تشوف انت المنتخب بدون زياش؟ المنتخب زياش ولا اصلا كان هذه شحال بدون زياش، شوف الدراري كاينين غادي كاين امل عجليك شو هو راه مزيان راه غير الوفاه ديال الام ديالو هي اللي خلاتو يكون. ما نطولوش لك يا كمال، كيفاش تشوف المقابله الجايه ضد بافانا؟ وان شاء الله غتكون مقابله صعيبه. التوقع ديالك؟ ولكن غادي نربحوا. توقع 3-0. ديال الجماهير السليمانيه، مدينه سليمان لا زالت الافراح ولا زالت مستمره في المدينه. تحيه لرجال الامن اللي تيقوموا بتسهيل عمليه المرور ديال السيارات. دائما مغرب. معنا مشجع اخر، واخا السلام عليكم. زياش انه ربحنا وربحت كوت ديفوار لهم احسن هديه واللي تنشكروه كامل يعني المغاربه كاملين حتى كوت ديفوار تيشكروه. ان شاء الله غادي يكون الماتش ان شاء الله احسن الاحوال والشفاء العاجل جدا لزياش. تنشوفك انت الصوت ديالك ما بقاش، الصوت ديالك مشى يعني القهوه والمشجعين كانك كتب المدرجات اليوم. يعني الغواب كنا في القهوه راه كثر من المدرجات، يعني راه داك الشيء من القلب من سيدي سليمان حتى كوت ديفوار. اوكي لايك يعني ما كتوصلش يعني شعور ما يوصلش من القهوه حتى كوت ديفوار يعني من المباراه. تنشوفك انت بالتربوه ديالك، كيفاش كانت العمليه ديال التشجيع اليوم؟ ايفون خوات المغرب وفرحنا الحمد لله اليوم غادي نفرحونا. عنده اخويا عنده الولد بالعيد هو يتبارك اليوم وشفنا وهو كان معنا. تشكرك سمعتوا معنا مشجعين من 24 ديال التصريح ديال الجماهير السودانيه اللي فرحانه بتاهل المنتخب الوطني لدور الثمن وملاقات جنوب افريقيا. المهم الاخوان تنتمنوا ان شاء الله ان هذه المقابله نساوها صراحه باش ما يكونش واحد الغرور وتكون واحد الثقه الزائده. نتمنوا ان شاء الله ان المباراه القادمه ضد بافانا ما يكونش ضد تضييع
تكونش تضيع الفرص كما كان اليوم، وان شاء الله الذهاب بعيدا في كاس افريقيا، ولما لا احراز الكاس الافريقي اللي غابت علينا منذ سنه 1976. احسن جيل عندنا تقريبا في هذه الفتره، نتمنى انهم يحملوا المشعل. المهم الاخوه ما نطولش عليكم كثير، كان معكم الزروالي، تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله.